في بحث عملته انا وواحد صاحبي، اكتشفنا انه من كل 10 مصريين في 15 عارفين كل حاجة. يعني هو غالبا في حاجة في المية او في جين بس خاص بالمصريين. الجين ده بيخليك تبقى عارف كل حاجة، عارف كل حاجة الا المجال بتاعك. يعني انا مثلا لو سألت سباك في السباكة مش هيعرف، بس انا لو سألته طريقة عمل ازاي ده هيفتكر انها صينية بطاطس وهيبدأ يديني المقادير، وممكن يفتح ويقفل ويخلص وكل حاجة. تمام. طيب لو سألت مثلا واحد مثلا محصل النور ازاي اعمل عملية القلب المفتوح، هتلاقي راجل احسن حد يفيدك في الموضوع ده. طيب لو سمحت يا استاذ، مثلا لو جيت تسأل حد مثلا جاي يغير لك الستاير تحت البيت، تمام مثلا، تسأله في حل الأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها دلوقتي، هتلاقيه يقدم لك حلول يعني. على سبيل المثال مثلا انا راجل صيدلي، فانا مثلا وانا في الصيدليه واقف، بيجي مثلا واحد انا بتعامل في مريض بيسالني على حاله معينه، انا ما عنديش نص الثقه في ان انا بسرعه جدا اجاوبه على اقول له والله علاجك واحد اتنين تلاته. لازم ابدا افكر اشوف ابدا اسال. تلاقي واحد داخل مثلا جاي يسالك مثلا اقرب حلاق في الصيدليه هنا، في يعني اقرب حلاق في قريب من الصيدليه دكتور ايه، يعني بص اللي هو مش فيسمع بس ان في حاله. طب استنى بس مع احترامي ليك يا دكتور، تمام، ويدوس بجزمته على وشك. ما فيش احترام ليك يا دكتور كده. ويبدا يقول له بص يا باشا، انت هتجيب حل الموضوع ده. انا كان عندي من 3 ايام والحمد لله والله العظيم، يعني الحمد لله الدنيا تمام. فيبدا يقول له بقى ايه، انا هجيب مثلا ايه، سكينتين معجون من السقف مع خلية نحل، وتحط بقى ايه، مثلا سكينتين المعجون دول مثلا تروح تسقسها عليهم نقطتين زيت خردل، تمام، وتصفيهم وتدفيهم وتشربهم، وكل سبت وتلات ان شاء الله ان شاء الله يعني المشكله اللي عندك هتروح. ف يعني كم الفتي او كم ان انا عارف دي، احنا عندنا احنا بس. يعني انت مثلا تبص تلاقي مثلا في حد بيسأل، يعني دار الافتاء مثلا منزله حكم بيقول لك اجمع الفقهاء والعلماء، وبص وفي 6000 كتاب يعني عشان يجي بعدين يقول لك الفتوى دي. فتلاقي واحد في التعليقات كده، يعني بص حاطط رجله كده شبشب ابو صباع ده، تمام، في وشك كده، ويكتب لك في التعليق انتوا هتفتوا. طب ما هو حضرتك، ما هو ده الافتاء دي، ما هو دي مش صفحة وزارة الإسكان. يعني ما يعني فيعني انت عايزهم يعملوا ايه؟ ما يعني ما تعرفش. فاحنا عندنا مشكله، يعني تحس ان ايه، ان الواحد فينا لو وقف مثلا سالته في الشارع مثلا لو سمحت انا عايز اروح الشارع، شارع مثلا يوحشني رد عليا ازيك سلامات، بص ممكن هو يتوهك. طب ما الجي بي اس يا عم قايم بالواجب. هو انا يعني انت ليه، ما انت عارف تمام، مش عارف. والله يا جدعان كلمة عارف اسهل. والله انا لما انا نفسي لما بكون عارف حاجة بكسل اتكلم، يعني ايه بكسل اللي هو ايه، يعني لسه هحكي فوالله مش عارف والله. فانت تدرب عليه. والله هي بص هي صعبه في الاول، تحس ان ايدك كتافك عايز، بص عايز تهرش في كتافك كده ومناخير، عارف انت اعراض انسحاب الادمان بالظبط، هيروين انا عارف. فهي بالظبط زيها في الاول، هتحس ان انت حد بيسال حد وانت ساكت، يا نهار ازرق، بص بقى عايز يعني بتحس انك عايز تهرش فكر في حاجه تانية. يعني فكر انك تمارس اي هوايه تانية، مثلا فكر ان انت مثلا تفتح مشروع، تفتح عياده، اي حاجه تشغل بيها بالك بحيث ما تقولش عارف. يعني اصل هو والله ده انا لما بسالك في الشارع مثلا، انت لو قلت لي مش عارف، مش هيجي مثلا برنامج الصدمه يدخل عليك مثلا كريم كوجك ده فيقول هنا الصدمه، هنا اكتشفنا ان ده جاسوس، ويسحبوا منك الجنسيه المصريه عشان يكتشفوا ان انت مش مصري لان انت قلت لي مش عارف. لا والله مش هيحصل حاجه. يعني انا اوعدك مش هيحصل حاجه لو قلت لي مش عارف. بص وهقول لك على اختيارات، بص هقول لك على جمل عشان تنوع. يعني ايه مش عارف؟ لا والله والله اول مره اسمع عن الحوار ده. بص والله ما عنديش خلفيه، والله ما عنديش فكره والله، ما اعرفش والله، لا والله يعني انا اسف ليك. بص شوف الجمل دي، احفظ واتدرب عليها، اسهل بكتير من ان انت تشرح لي ساعه الا ربع وتاكل وداني وفي الاخر هنعلي على بعض. يعني انت انا مصري، ما هو انت هتقول لي انا عارف، هتبدا تقول تفتي، انا بقى بعدين هعلي على، هنقعد نلف في دايره، حرام حرام. فاحنا عايزين نضم على بعض في الموضوع ده، نضم على بعض ونحاول ان اللي مش عارف يقول مش عارف، يقول مش عارف. والله هنحب بعض اكتر والله، عشان احنا بص احنا 110 مليون، تمام، يعني في 110 مليون تانيين جايين اصلا الدنيا عارفين ليه الجين موجود، الجين نفسه موجود فجايين عارفين. انت متخيل كام يعني في 110 مليون هيسوحوا 110 مليون ليه؟ وبعدين احنا بننتشر في العالم. اه والله يعني احنا دلوقتي في السبع قارات، احنا في ناس بتسحل ناس، في ناس مصريين دلوقتي وانا بكلمك اهو، في ناس بتسحل ناس
في مجالات تانية وفي قصص تانية، وفي ناس بتفتي وفي ناس بتعمل، في سباكين بيعملوا عملية قلب مفتوح، وفي ناس بت بتتكلم في الاقتصاد. انا معايا واحد صاحبي ده لما اجي في القرارات الاقتصاديه بتاعت مصر دلوقتي يقول لي يا عم ده رئيس البنك المركزي ده حمار ما فهمش حاجه. يا راجل ده بص، ده احنا رايحين، ده احنا هنفلس في قطر 6 الا تلت، احنا خلاص هنفلس. ده حل الازمه دي في انه يعمل واحد اتنين تلاته، وهو اصلا يعني اصلا شايل يعني طالع بمادتين. يعني احنا كنا بنلمله عشان ينجح في الكليه، بنلمله من بعض، وفي الاخر بيتكلم في قصه تانية، اقتصاد في مجال تاني غير مجاله. فليه يا جدعان؟ ليه؟